السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم فيه عن الفنانة زينات صدقي، واحنا سميناها نجمة الكوميديا أو أيقونة الكوميديا زي ما قالوا عليها. الفنانة زينات صدقي اتقال عنها حاجات كتير جدا هنعرفها معانا في الفيديو. هل فعلا باعت أساس منزلها وبكى السادات علشانها؟ هنعرف تفاصيل لأول مرة هنعرفها عن حياة الفنانة زينات صدقي. بس قبل ما نبدأ نرجو من حضراتكم تدعمونا بلايك للفيديو، وكمان ما تنسوش اشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد وحصري من القناة. زينات صدقي صاحبة الطلة الفريدة والأسلوب المبهج. مين فينا مش فاكر خفة دمها والإفيهات الكوميدية اللي كانت بتقولها؟ قدرت زينات صدقي إنها تتربع على عرش الكوميديا النسائية في فترة الخمسينيات وكمان الستينيات. كان بيعشقها كل جمهورها من الكبار للصغيرين، والنجوم شاركت عدد كبير جدا من نجوم السينما في الوقت ده في أعمالها. اسمها الحقيقي زينب محمد سعد صدقي، بنت حي الجمرك في الإسكندرية. اتولدت تحديدا في 1912. درست في معهد التمثيل وكمان الخيالة اللي أسسه الفنان زكي طليمان، بس للأسف ما قدرتش تكمل الدراسة فيه لأن والدها أجبرها على إنها تسيب الدراسة وتتزوج من ابن عمها، وعمرها ما كانش يتعدى لسه ال15 سنة، وكانت النتيجة إنها اتطلقت منه قبل ما يمر سنة على جوازهم. وعلى ما أعتقد إن كتير مننا ما كانش يعرف إنها تزوجت، وكنا فاكرين إنها عانس السينما المصرية زي ما هم قالوا عليها. لكن لقب عانس السينما المصرية هنعرف النهاردة وهنتعرف مع بعض على حاجات كتير جدا من ضمنهم اللقب ده. اشتهرت زينب باسم زينات صدقي في عالم السينما، وكانت خفيفة الظل جدا، وكانت بتحب المرح والضحك، ودايما علشان كده كانت بتتصنف جزء مهم جدا من أعمالها للكوميديا. ولو حاولنا نكتشف سر لقبها بعانس هنلاقي إن الفنانة كان لقبوها بعانس السينما المصرية، واللي لقبها باللقب ده هو الفنان القدير نجيب الريحاني، وحولها إلى عانس السينما المصرية من خلال دايما كل أدوارها اللي كانت بتبحث فيها دايما عن الزوج المناسب. وده اللي خلى العبارات الشهيرة اللي كانت بتقولها الفنانة زينات صدقي في معظم أعمالها كانت كل الأجيال عارفينها، زي الأجيال القديمة والجديدة كمان، زي عوض عليا عوض الصابرين يا رب، وعاوزة اتجوز يا أم كامل، وعدلها من عندك يا رب، ويا سارق قلوب العذارى. زينات بدأت مشوارها الفني كمغنية واشتركت في فرقة بديعة مصابني، وهربت من أهلها للشام علشان اتعرفت على منتج أنتج ليها أغنية شهيرة، أنا زينات المصرية خفة ودلع. وبعد فترة رجعت لمصر وتعرفت على الفنان نجيب الريحاني اللي وقف جنبها وقدمها في أحد المسرحيات الشهيرة ليه. وبعد كده توالت الأعمال الفنية والعروض التمثيلية للفنانة زينات صدقي، وأصبحت أيقونة حقيقية في السينما المصرية، لدرجة إنها كان ليها تاريخ فني حافل، وكان يتجاوز حوالي الأكثر من 400 فيلم شهير ليها. ومن أشهر أفلامها اللي كلنا حبيناها عفريتة إسماعيل ياسين، وعاوزة أتجوز، والأنسة حنفي، والعتبة الخضراء، وحلاق السيدات، وكمان معبودة الجماهير، وعدد كبير جدا من الأفلام الشهيرة للفنانة زينات صدقي. وفي وسط سطوعها في عالم الفن تزوجت أحد الضباط الأحرار في السر، لكن العلاقة ما دامتش كتير لأسباب مجهولة، بالرغم من إن كانت قصة حب كبيرة بتجمعهم الاتنين، إلا إن الانفصال حدث بسرعة. واللي كتير من جمهورها ما يعرفوش إن زينات صدقي كانت بتجمعها علاقة صداقة قوية جدا مع الرئيس الراحل أنور السادات في الفترة اللي انطلقت فيها نجوميتها،
وقلت أدوارها بسبب تقدمها في العمر. واتصل بيها الرئيس أنور السادات ليبلغها بتكريمها في عيد الفن سنة 1976، وكمان دعاها للحضور حفل زفاف بنته، لكنها اعتذرت عن الحضور لأنها ما بتمتلكش ملابس لايقة للخروج للجمهور مرة تانية بعد غياب طويل جدا. ولما عرف السادات بسبب رفضها للحضور بكى بشدة وتأثر جدا، وطلب من زوجته السيدة جيهان السادات بأنها بتروح وتزورها وتهديها بملابس جديدة فاخرة للحضور حفل زفاف بنته. وبعد الحفل قرر السادات منحها 1000 جنيه كوسام شرف وصرف ليها معاش استثنائي قيمته 100 جنيه شهريا، وقال لها لو احتجتي حاجة أي حاجة كلميني فورا يا زينات. وبعد سنتين من تكريمها وحضورها التكريم رحلت الفنانة زينات صدقي عن عالمنا. وطبعا كانت الفنانة زينات صدقي أسعدت جمهورها بكل أعمالها الجميلة، جمهورها اللي كان بيحبها، وكان ليها أجيال كتير جدا في منها الحديث والقديم، لكن الكل كان بيحبها ولسه أعمالها بتتعرض حتى الآن، وكلنا بنحب أعمالها وحافظين أفهاتها كمان. ورحلت زينات صدقي عن عالمنا سنة 1978 بعد معاناة مع المرض. ورحلت أيقونة الكوميديا زي ما سموها الفنانة زينات صدقي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن الفنانة الراحلة زينات صدقي، واتكلمنا عن أدق أسرار حياتها وعدد زيجاتها، وليه لقبوها بعانس السينما المصرية ومين اللي لقبها بالاسم ده، وحاجات كتير جدا اتكلمنا عنها في الفيديو معانا. بس لو عجبكم الفيديو بقى النهاردة ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك زي ما بقول لكم كده علشان يوصلكم كل جديد وحصري من القناة. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر للقناة، جزاكم الله عنا كل خير. وكمان بفكركم ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عنه وعن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية في الحلقة اللي جاية. دمتم في رعاية الله وأمنه. وكمان قبل ما نختم حلقتنا بأكد إن في طلبات كتير جدا عن فنانين محتاجين تعرفوا عنهم قصة حياتهم وأدق تفاصيل الحياة الفنية والشخصية. علشان كده هنقدم عدد حلقات مميزة جدا الفترة الجاية عن فنانين مشهورين ومعروفين، وهنتكلم عن أدق أسرار حياتهم.